والغرفة اللي احنا موجودين فيها ديت موجود بيها 4 أضرحة لبعض مشايخ الطريقة المولوية في مصر، والضريح التاني والرابع زي ما احنا شايفين موجود على أطرافهم العمامة الخاصة بالطريقة المولوية. أغلب الظن إن العمامة ديت بتخص صاحب المدفن. نيجي بقى لأهم حاجة موجودة هنا، وهي الكتاب ده اللي اسمه مثنوي، ويعتبر من أعظم الكتب الشعرية في التاريخ، لأنه بيتكون من 25 ألف بيت، وكتبه جلال الدين الرومي باللغة الفارسية اللي هي كانت لغته الأصلية، وتم إهدائه للحكومة المصرية علشان يتحفظ هنا. وده بقى الزي الرسمي والشهير لأتباع الطريقة المولوية. والقبر دوت لواحد اسمه محمد در، أحد أهم مشايخ الطريقة المولوية في مصر. والغرف الصغيرة أو الفتحات اللي قدامنا دي اسمها خلوات، جمع خلوة، ودي المكان اللي كان بيقعد فيه المتصوفة للانقطاع للعبادة، وعددهم